كنت ناوية نقدم لكم ساندويتشات زوينين بزاف وكيجيو لذاذين وبمقادير اقتصادية. يمكن لكم ديروهم لوليداتكم للمدرسة، كما يمكن لكم ديروهم في السحور دابا جاي رمضان أولا في المغرب. بالنسبة للناس اللي ما تيعجبهمش أنهم يشربوا الحريرة وداك الشي اللي ثقيل في المغرب، يمكن لكم ديروا هاد لي ساندويتش. صراحة المذاق ديالهم لذيذ بزاف، أنا درتهم بكغيي يعني دوزتهم في البانيني، تيجيو فنين بزاف. بالنسبة الحشوة غنعطيكم حشوات مختلفة. هنا البنات راني موجدة كلشي باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا عندي الكروم اللي ديجا قطعته رقيق، نقعته في الماء والملح وشوية ديال الخل وخليته واحد شوية وصفيته. هذا بيض قليته، كل حبة قليتها بوحدها، يعني بهاد الطريقة تنقليهم على وجههم وكنعاود نقلبهم. هنا عندنا خيزو محكوك، يعني ممكن تحكوه بحكاكة عادي كما حكيتو أنا وديروه جوليان. هادي واحد شوية ديال لاصوص اللي شرمولة اللي خدمت بيها البطاطا، فيها مطيشة وفيها الربيع فيها التومة. هنا شوية ديال المطيشة مقطعة والخيار، يعني تقريبا 2 حبات مطيش 2 حبات الخيار. وهاد لاصوص هادي هي باش خدمت الشرمولة ديال البطاطا، راه غتلقاوها في الفيديو آخر ديال ساندويتشات. وهنا عندي الدجاج اللي مشحر مع شوية ديال الزيت مع الزعتر، طيبوه البنات تيتحمر لكم بهاد الطريقة وطيو عليه. هنا عندي تقريبا صدر ديال الدجاج، وعندي هنا المايونيز راه ديجا سبق لي وخدمته معاكم، راه غير بالبيض والزيت. هنا الكومير بيان سور خديته غير من برا. بالنسبة لاصوص البنات، راه باش نقول لكم راه كتجي زوينة غندهن بها لي ساندويتش، كديروا مطيشة ديال الحك أحسن من لاصوص ألجيريان في الوغو ديالها. مطيشة ديال الحك مع شوية ديال الربيع والثومة مخلطين، يعني شريميلة كتكون مدقوقة فيها كاع العطرية، تزيدوا عليها شوية البزار شوية ديال الملحة وتخلطوها مع المايونيز ديالكم ودهنوا بها لي ساندويتش، راه كتجيو غزالة بزاف. وفي نفس الوقت بطاطا مشرملة راه بنفس الطريقة، كنشدو مقيلة ديالتنا كنديرو فيها قياس ديالنا ديال الزيت، ما كنكتروش بزاف، وكنديرو واحد شوية ديال الماء باش ما كتحرقش لينا مطيشة ديال الحك، واحد القياس ديال المعلقة. وتنديرو شوية الكمون، ما كنكتروش الكمون بزاف حيت كيمرر لينا البطاطا، شوية الإبزار شوية الملح شوية التحميرة. حتى التحميرة والخرقوم يمكن لكم تستغناو عليهم بغيتوش ديروهم ليسونسيال، هو البزار والملح والثومة والربيع. وكت وكديروهم كيتقلاو واحد شويه وكتضيفوا عليهم البطاطا ديالكم كتجي شرموله غزاله. هنا بالنسبه لهاد الخلطه كنديروا المايونيز، كنكتروه شويه الكميه ديال لا مايونيز باش كيجينا المذاق زوين مع خيزو الكرم. هادي راه ممكن تستخدموها كباز، تخدموا بها كاع لي ساندويتش، سوا ساندويتش ديال البيض فروماج اولا كاشير اولا معقوده ديال الدجاج ديال الكفتة ديال السوسيس، أي نوع ممكن تخدموا مع هادي كتجي زوينة. هنا ضفت لها شوية ديال الملح وشوية ديال الإبزار وغادي نزيد نحركها مزيان باش كاع العناصر اللي فيها يتجانسوا. هنا من بعد البنات غادي ناخدو الخبز ديالنا وغادي نبداو نعمروه. هنا لاصوص اولا هاد لا ماريناد راه كتجي زوينه بزاف، راه خلطتها مزيان كتعطينا واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت ما كيجيوناش الساندويتشات ديالنا ناشفين. اللي بغى يضيف فروماج اولا حاجه اخرى ممكن، اللي عنده لي صوص واجدين اي نوع ديال لي صوص ممكن ديروهم، سواء صوص بيكي صوص ديال لي تاكوس يعني صوص الجيريان، التكستيل اللي كنتوفر عندكم. هنا كندهن بهاد لاصوص، هادي صوص اقتصاديه وزوينه في نفس الوقت، غتجربوها غيعجبكم المذاق ديالها. من بعد كنضيف لا سالاد اللي درنا ديال خيزو محكوك مع الكرنب اولا المكور، وتنضيف واحد شويه ديال ديك الشريميله ديال البطاطا كتعطي واحد النكهه زوينه، وكنضيفوا مطيشه والخيار. بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش مطيشه في لي ساندويتش يمكن لهم يستغناو عليها، انا راه غندير غير واحد الرشيشه ديال مطيشه، يعني راه مقطعه تقريبا تما غير حبه ديال مطيشه مع حبه ديال الخيار، يعني ماشي كميه اللي هي كبيره. ممكن تضيفوا حتى شويه ديال البصله مقطعه جوليان الا بغيتوها اولا مشلضه رقيقه. ومن بعد كنضيفوا الدجاج ديالنا بحال هكا، وغنديروا لهم المايونيز من الفوق. بغيتو تضيفوا فيهم لي فخيت يمكن لكم تضيفوهم، بغيتو تخليو فريدو ديروها على برا خليوها ديروها على برا. كما شفتوا مطيشه راه ما درتش كميه اللي كبيره. غنديروا واحد شويه ديال الخيار، حيت الخيار البنات مع مطيشه فاش كنديروه كري كيتبدل المذاق ديالو، خصوصا مع خيزو كيعطي واحد المذاق زوين. ممكن تخدموه بهاد لا ماريناد مع هاد الحشوة، حتى بالخبز ديال الطاكوس راه يجيكم واحد الطاكوس اللي هو غزال والمذاق ديالو جد رائع. حنا البنات غنجيب واحد الطبسيل فين غادي نحط لي ساندويتش اللي كنصوب بين ما نكمل الكمية كاملة، راه نص غادي نديرو بالدجاج ونص غادي عوض الدجاج غندير البيض، وغيبقاو لي واحد جوج راه غنديرهم ميكس، يعني داكشي اللي بقى لي داك شوية ديال الدجاج مع شوية ديال البيض غادي نخلطو.
بالنسبة ليكم بغيتو ديروا فيهم البيض كاملين ممكن، كتبقى حسب الذوق وحسب الرغبة، حيت كاين اللي ما تيعجبوش البيض. كما قلت لكم كنديروا لاصوص، من بعد شوية ديال المطيشة، شوية ديال الخيار، شوية ديال الهدد، وغنزيدو فوق منو بطاطا مشرملة، وندير فوق منها شوية ديال ديك لاصوص، ولا ممكن تضيفوا مايونيز يعني كتبقى اختيارية. ومن طبيعة الحال الفريت ضروري ترافقوها مع المايونيز، راه كتجي حتى هي المذاق ديالها زوين. هنا راه كيلو ديال البطاطا يعني خرجت منه فريت وخرجت منه هذا. بالنسبة للدجاج تقريبا عندي ربعة ديال الدجاج يعني غير هبرة، صدر، حبة ديال المطيشة وحبة ديال الخيار. وبالنسبة لاصوص طوماط تقريبا معلقة ديال لاصوص كبيرة، قسمتها شوية درت به شريميلو شوية خليته يعني بحال شحرت ديك الشرموطة تشحرات لي كاملة، ونقصت منها الكمية اللي غادي ندير في سندويتشات هكا كصوص، والباقي شرملت به البطاطا. هنا هادو راه درت فيهم البيض بوحدو مع شريميلة ومع بطاطا مشرملة ومع الكرنب مع خيزو. بالنسبة للساندويتشات الأخرين راه داكشي اللي غيبقى ليا ديال لاداند مع البيض هو اللي غادي نخدم به. يعني عطيتكم جوج ديال الحشوات مختلفين، وكتخدموا نتوما باللي غتناسبكم حسب المتوفر عندكم. الفيديو البنات راه شارح راسو، غادي نخليكم تكملوا الفيديو. من بعد ملي غادي نساليهم راه غادي ندوزهم في لابانيني باش يجيوني كغيي، ما يبقاوش الباكيط ديالنا رطب، لان راه عارفين الكومير ديال العشيه البنات راه تيكون شويه لاوي، يعني ما تجي فين توصليه للدار وتخليه بين ما تصوبي العشاء راه تيتبدل. من غير إلا كان سخون جبتيه يلاه جبتيه مخبزة خدمي به عادي واخا ما ديريهش كاعي راه عادي. مي هكا كيكون شوية المذاق ديالو مزوينش، يعني من الأحسن ندوزوه في لابانيني. اللي ما عندهاش بانيني غادي ديروها البنات غير في بريصة، ما عندهاش بريصة غديري مقيلة وغادي تسخنيها مزيان وغتحطي فوق منها وتبريصيه غير بواحد الطبيصيل، وغادي تعمريهم مزيان. ما تحمريش الحشوة بزاف حتى يطرطقوا ليك، وبركي عليهم مزيان بواحد الطبسيل حتى يتحمر من الجهة الأخرى وقلبي. بغيتي ديري رشيشة الزيت في المقيلة ديالك ديريها، وغيجيوك نفس الشي كغي يعني بحال هاد الشكل ديال البانيني، يعني ما كاينش الفرق.